3 نقط بس النهاية ما كانتش سعيدة. ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل تهويشة. طبعا كالمعتاد هنبدأ حلقتنا بالصلاة والسلام على أشرف الخلق وأحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي الله. طبعا كل التعازي لأهالي البنتين اللي ماتوا، نورهان ناصر ونرجس صلاح. كل التعازي لجماهير النادي الأهلي، يا رب يجعل مثواهم الجنة بإذن الله. عروستين في الجنة، ربنا يرحمكم ويغفر لكم بإذن الله. ناس كانت رايحة تتفرج على الماتش وتعيط وتتبسط، طبعا توفوا بسبب حادث أليم. يعني ربنا يصبر أهاليهم ويصبر أصحابهم وأحبابهم وكل الناس اللي بتحبهم. ويا رب كل الناس، أتمنى من كل الناس إن هم يدعي لهم من قلبهم كويس، لأن هم بنتين ما شاء الله زي الفل. النادي الأهلي امبارح كان بيلعب قدام الاتحاد، حلو كده. امبارح النادي الأهلي كان الأداء بتاعه نوعا ما حلو ووحش. طيب ليه؟ هقول لك ان كان في شويه لعيبه بتلعب امبارح زي حسين الشحات كده وكهربا. حسين الشحات وكهربا ما عملوش حاجه في الماتش غير الاوفر بتاع الشحات والجون بتاع كهربا. وعشان اكون معاك واضح، والترقيصه اللي كهربا ترقصها من نوير، معلش قصدي المهدي خد الواد كهربا واحده كده سلكه حلو. انما في شويه لعيبه كانت بتلعب امبارح بشكل حلو جدا، من ضمنهم عبد القادر. عبد القادر عنده عيب واحد، وانه يفتقد اللمسه الاخيره. عبد القادر بيحنكش وبيمنكش، بس ما بيخلينيش انا استفيد بحاجه. انت بتمتعني، طب بعد ما تمتعني خلينا استفاد. انما انت بتحنكش، بترقص، بتلم، بتروح، بتودي، في الاخر الكره بتطلع بره في الركنيه او بتطلع ضربه مرمى. انما انت ما بتدينيش الفايده منك ومن مهارتك ومن قدرتك بالتحكم في الكوره بنسبه 100%. انا محتاج ان انت تلعب معايا كوره، ان انت تلعب وتخليني اقدر ان انا استفيد من مهارتك دي باهداف. ادي حاجه. عبد المنعم كان بيلعب ماتش امبارح رايق. عبد المنعم امبارح كان رايق. عبد المنعم تقريبا كان في البيت اول امبارح بيعايد مع امه واهله واخواته والجماعه، وتقريبا كان الاكل عاجبه، فالراجل رايق، اكل فته وظبط على حاله، فاهم انت، فرايق. فنزل لعب مع الاتحاد ماتش في الجول. بصراحه اللي عايز اتكلم عنه بالاخص واكتر واحد فعليا امبارح استاهل انه ياخد جايزه رجل المباراه هو اكرم توفيق. اكرم توفيق امبارح كان عامل ماتش كويس جدا. تعال شوف الجون اللي اتلغى اللي هو جابه. اكرم توفيق اتفرج على الكوره من اولها، شوف تحرك اكرم توفيق كان عامل ازاي. وبالمناسبه الجون الغائه صحيح 100%، الكوره فاول. عشان اكون معاك واضح وصريح، عشان حوار الاخطاء التحكيميه اللي بقت كتير وبقت الناس تعمل بروباجندا على اي صفاره الحكم بيصفرها. الغاء الهدف صحيح، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا في اكرم توفيق اللي كان فعليا بيتحرك تحركات جميله جدا. ان اكرم توفيق بدا، او هو فعليا اندمج في مركز وسط الملعب. واكرم من اللاعيبه اللي فعليا رخمين قوي في نص الملعب. انت متخيل اكرم اللي كان بيرخم على المهاجمين عند الدفاع ورا في الباك، بقى هو اللي بيرخم على المدافعين عند مناطق دفاعتهم. يعني في مناطق الدفاع بتاع الفرق التانية اكرم الرخم التبت التلم اللي بيترخم على اللعيبه، سواء من المناطق الدفاعيه او من خط نص الملعب. اكرم امبارح كان عامل مباراه قويه جدا 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 جدا. تالت حاجه عايز اكلمك عنها هي اصابه عمر كمال عبد الواحد اللي طلع في اخر المباراه مصاب. وعايز اقول لك ان لحد دلوقتي يعني الطبيب النادي الاهلي ما قالش اي حاجه عن الاصابه، الا ان هو شخصها هي اصابه في العضله الاماميه. ما وضحش مده غيابه، ما قالش الاصابه عباره عن ايه بالظبط، ما قالش اي تفاصيل عن الاصابه. في مفاجاه انا جايبها لك. هتقول لي ايه يا عم مفاجاتك، الواحد بيخاف منك؟ هقول لك لا يا عم ما تخافش. الشناوي النهارده صحيت من النوم قال لك جريده عكاظ السعوديه كاتبه عندهم في الجريده
ان نادي الوحدة السعودي يستهدف ضم حارس النادي الاهلي محمد الشناوي. هاجي اقول لك انا عندي وجهتين نظر. اولا انت بقى عندك حارس قوي جدا اسمه اوفا شوبير، قادر ان انت تعتمد عليه، ادي نقطة. تاني نقطة ان الشناوي فعليا الرقم اللي الجريدة ده كاتباه، انا مش عارف هو صح ولا لأ او مش متأكد منه، بس هو رقم فلكي، يعني رقم كبير. لو النادي الاهلي بيفكر لمصلحة النادي وان احنا داخلين على مرحلة محتاجين ان احنا ندعم صفوفنا بطريقة كويسة، ومحتاج ان انت يبقى عندك قاعدة مالية كويسة جدا، فطلع الشناوي. انما لو هتيجي تقول لي يا عم بس ده الشناوي وازاي الاهلي يطلعه، وده الشناوي كابتن الفريق والقائد وعمل كتير مع الاهلي، انا واحد من الناس على عيني والله، على عيني. انا بمجرد ما بشوف الشناوي واقف جون بطمن، والله بجد. بمجرد ما بشوف الشناوي كده في التشكيل بحس خلاص انا كسبان الماتش معايا الشناوي واقف. بس انت دلوقتي عندك حارس سنه صغير، لازم نعتمد على اللعيبه اللي سنها صغير علشان تقدر تستفيد منه في المستقبل. كل الفرق الاوروبيه الناجحه هتلاقي لاعيبتها كلهم صغيرين. تعال بص ريال مدريد كده، اكبر واحد فيهم ناتشو تقريبا، وكارفاخال ومارسيلو ماشا اصلا ومودريتش وكروس، عشان دول اللي كانوا في النادي من الاساس. طب تعالى دلوقتي كده، وكورتوا عشان نسيته، تعالى دلوقتي كده هتلاقي بيلينجهام وكامافينجا وتشاوميني ورودريجو وفينيسيوس، كل دي عيال صغيره فعليا. اكبر واحد فيهم عنده 23 24 سنه، وفرقه ناجحه بتقدر ان هي تنافس على اقوى بطوله في العالم هي دوري ابطال اوروبا، وقدر انه يحصدها 15 مره. فانت كمان فرقه كبيره لازم تعتمد على اللعيبه اللي سنها صغير، لان امكانيات اللعيب اللي سنه صغير بتبقى اعلى، سواء في البدني او في تلقي التكتيك التكتيكات الفنيه للمدرب، او في اي حاجه. فانا من وجهه نظري لو العرض كويس للشناوي تقدر تمشيه لمصلحه النادي. انما لو هتقول لي بالعاطفه هقول لك لا، قعد الشناوي لحد لما يورث الحراسه دي لعياله، ده لو بالعاطفه. انما لو احنا نتكلم بفنيات وكده، فالشناوي يمشي لو العرض مسري ومغري ومفيد للنادي الاهلي. هتيجي تقول لي احنا داخلين على الميركاتو الصيفي ونهايه الموسم بالنسبه للمعارين، هقول لك ايوه يا عم، في معارين كتير قوي 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 الاهلي مطلعهم. طب ايه موقفهم؟ اقول لك لحد دلوقتي عشان ما حدش يحور عليك، لحد دلوقتي موقف المعارين مش باين له اي ملامح الا واحد. هتقول لي مين هو؟ هقول لك هو احمد قندوسي. لحد دلوقتي الكلام نرجع القندوسي ولا نجيبه ونبيعه ونستفاد بفلوسه ونجيب لعيب تاني؟ ما احنا عندنا خط نص حلو، عندنا امام عاشور وعندنا كوكا وعندك مروان عطيه وعندك اكرم توفيق وعندك حبه حلوين. حلو كده. طب نجيبه ونقعده ويبقى احنا عندنا عدد زياده في المحترفين، ولا نجيبه ونمشيه او نبيعه لسيراميكا اصلا ونستفاد بفلوسه ان احنا نجيب لعيب تاني؟ لسه المشاورات بين اداره النادي الاهلي والجهاز الفني في موضوع احمد القندوسي. انت عندك الماتش الجاي ماتش مع الداخليه، حاليا انت بقيت في المركز الثالث في الجدول، فرق بينك وبين المصري 3 نقط. المصري 42 نقطه وانت 39 نقطه. طبعا بيراميدز طاير لان بيراميدز ما عندوش مؤجلات وطالع من البطوله بتاعت افريقيا من البدايه خالص، فالراجل بسم الله ما شاء الله فاضي، فعمال يلعب في الدوري عشان ما حلتوش غيره. حلو كده. بالمناسبه بيراميدز عندها ماتشين بس مؤجلين، النادي الاهلي هيواجه الداخليه، والمفروض ان انت تلعب الماتش ده تاخد ال3 نقط. عايز اقول لك على حاجه، لو انت مش راضي عن اداء النادي الاهلي فكولر بياخد ال3 نقط. كولر اهم حاجه عنده ال3 نقط. نرجع لموضوعنا تاني، اللي هو انت ازاي هتلعب ماتش الداخليه. ماتش الداخليه هو مش ماتش صعب ولكن مش ماتش سهل، هو ماتش في المعتاد، يعني ماتش في المستريح كده، حته في النص كده. حلو.
بس انت عندك ازمه. ايه هما الازمه؟ انت عندك اتنين لعيبه مهددين بالايقاف. مين هما ويتوقفوا ليه؟ هقول لك هما كوكا وديانج. طب هيتوقفوا ليه يا عم؟ عشان كوكا وديانج عندهم انذارين. لو خدوا انذار في ماتش الداخليه، طب انت خايف ليه من الايقاف؟ من الايقاف؟ ما عادي يا عم، ده ماتش وهيتلعب. ما انت الماتش اللي بعد الداخليه الزمالك، فانت محتاج كوكا ومحتاج ديانج، رغم ان ديانج مش بيشارك بشكل اساسي، بس ديانج انت محتاجه حتى لو بيلعب بديل. انت امبارح شفت ديانج لما نزل فتح سبرنت والراجل بيتحرك وبيسلم وبيستلم وبيدافع. ديانج لعيب مهم جدا في النادي الاهلي. دول المشكله اللي ممكن تواجهك يوم ماتش الداخليه باذن الله. نادي الزمالك بعد الازمه اللي حصلت معاه في مباراه المصري طلع بتصريح شديد اللهجه. وخلاصه التصريح هو طلب 3 طلبات، هما مكتوبين 4 بس الرابع ده يعني البند الرابع هو مهلة زمنية عشان تردوا علينا. بس ايه ال3 طلبات المهمين جدا اللي النادي الزمالك طلبهم؟ نادي الزمالك بدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم الخطاب، قال لك احنا عايزين تحقيق في المباراة بالنسبة للإدارة التحكيمية، لأن كان في أخطاء تحكيمية أدت إلى تغيير نتيجة المباراة. عشان أكون معاك واضح وصريح، الكرة البلن انا جيت لك وقلت لك انا شفتها من الزاويه اللي انا شفتها جول، واي حد هيشوف الكرة من الزاويه المباشره للمرمى جول. بس تعالى كده خش على اون تايم سبورت واتفرج على عثمان وهو بيحلل الكرة. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت تعالى من الجنب كده هتلاقي العارضه ماشيه مع خط الجول، تمام؟ هل انت شايف الكورة بشكل كامل؟ هترد انت دلوقتي لو بتراعي ربنا وهتقول لا. اذا في حتة ولو 3 ملي من الكورة على خط الجون، اذا الكورة مش جون، فالغاء ضربة الجزاء كان صحيح بنسبة 100%. طبعا كلنا فاكرين ماتش المانيا واليابان اللي كان في كاس العالم، اللي ساعد اليابان انها تتاهل دور 16، وكانت الكره دي سبب اقصاء المانيا من كاس العالم من دور المجموعات. لو كنت ناسي افكرك، الكره كانت كلها طلعت بره الملعب اصلا ما عدا فاستوكا من الكره قد كده اهو، وكلنا قلنا يا سلام على التكنولوجيا والله على الانبهار ومش عارف ايه، والكره مش كلها ما طلعتش، دي حته صغيره اللي كانت جوه وانبهرنا. بلاش عواطفك ومشاعرك ان انت بتحب النادي ده ان انت تلغي قوانين اللعبة. عشان انا بحب النادي مش هلغي قوانين اللعبة. انا جيت لك من شوية وقلت لك انا اتلغى لي جول، بس الغاء صحيح 100%، لان عمر كمال عبد الواحد ما لمس الكرة اصلا، دخل على وش رجل الواد ففاول 100%. ويوم ماتش الزمالك ده انا جيت لك وقلت لك الاهلي كان ليه كوره على موديست واللاعب خد انذار بدل ما ياخد طرد، وقلت لك انذار ده صحيح 100% لان كان المدافع قادر انه يلحق موديست. فرغم اني قلت لك ان كان المفروض لاعب الزمالك يطرد لانه كان فعليا لوحده. القانون هو القانون. بنحب الانديه بتاعتنا، بنحبها، نفسنا نشوف الانديه بتاعتنا بتكسب، بس طبعا اي مشجع كوره نفسه يشوف الفريق بتاعه بس كسبان، طبيعي وحقيقه، بس القانون هو القانون. الحاجه التانية اللي طلبها نادي الزمالك في اول طلب ايقاف حكم الساحه وحكم الفار. طبعا دي طلبات نادي الزمالك بيطلبها، وادى اتحاد الكوره مده معينه للرد عليهم. تاني حاجه، نادي الزمالك طلب لجنه تنظيم لجدول الدوري من اول وجديد كده، بس تكون اللجنه دي ولا من اتحاد الكوره ولا من الرابطه. امال منين يا عم الحاج؟ قال لك اتصرفوا هاتوا لنا بقى ايه، حاجه محايده، لجنه محايده تحل المشكله دي. لان بص بقى الحته اللي جايه دي، فعليا نادي الزمالك بعت خطاب بيحتاج يترفع له القبعه فعليا. يمكن نادي الزمالك قال شويه حاجات في الخطاب
عاديه ممكن تعدي شبه حوار ضربه الجزاء ده. والحاجه التانيه اللي عجبتني جدا من نادي الزمالك هو الطلب ده بالتحديد علشان يخلي الفير بلاي موجود في جدول الدوري. قال لك ان احنا دلوقتي في في ناس لعبه اكتر من ناس، وفي ناس مؤجل لها ماتشات اكتر من ناس، والدنيا زلابيا، واللي بيلعب ماتشات مؤجله حبه من الدور الاول وحبه من الدور الثاني، والدنيا في البسيسه على الصراحه بقى، على الدغري الدنيا في البسيسه. فنادي الزمالك في النقطه دي عنده حق، ونتمنى من اداره اتحاد الكره المصري انه يحط حل للموضوع ده بقى. يعني يحط حل. كل الناس وبالاخص الدوري الانجليزي عندهم ضغوطات في ماتشات بتاعتهم، سواء في الدوري او كاس رابطه الانديه او كاس الامارات او دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي. الناس دي كمان عندهم ضغوطات، ولكن عندهم تنظيم. انا هلغي لك ماتش بس هتلعبه الاسبوع اللي جاي، مش هلغي لك ماتش ولاعبه لك كمان 10 سنين. مفيش الكلام ده. الكلام ده عندنا بس بيحصل في الدوري المصري. الزمالك في الطلب الثالث يهدد عدم المشاركة في أي مباراة من الدور الثاني إلا إذا كل الفرق اللي ليها ماتشات متأجلة في الدور الأول تلعبها. في النقطة دي هو عنده حق، بس أنا شايف إن البند ده بالنسبة لي أنا بقى كواحد أهلاوي، إن أنت بتقول البند ده بتحاول تهرب من ماتش النادي الأهلي عشان أنت ناقص بسبب الإصابات اللي عندك وبسبب الغيابات اللي عندك وبسبب الإيقافات اللي عندك. لو البند ده فعليا محطوط للتهرب من مباراة النادي الأهلي، فكده احنا مش على خط واحد في البند ده او في الخطاب اللي انت قدمته. زي ما انت لعبتني قبل كده ناقص وكسبتني، انا كمان لعبتك قبل كده ناقص وكسبتك. مش معنى ان انت ناقص فانت تحط بند ان انت لا انا يا جماعه معلش بقى سامحوني انا مش جايه معايا العب عشان انا بس انتوا عاملين معايا انا زعم خصيمكم. خطاب نادي الزمالك زي ما هو كان بيقدم حاجات عاليه جدا، ولكن في ما بين السطور كده كان في شويه كلام مش مفهوم. نادي الزمالك عنده ازمه كبيره جدا، ازمه مش عارف هتتحل امتى. ازمه الرواتب المتاخره. نادي الزمالك لحد دلوقتي مفيش جورنان ولا صحيفه كتبت نادي الزمالك يستهدف ضم اللاعب فلان الفلاني، نادي الزمالك يستهدف ضم بتنجاني البتنجاني. مفيش. ليه؟ عشان الزمالك عنده ازمه في ان هو بيأخر الرواتب. واللي مضايقني قوي بقى حوار سامسون ايكينولا ده. يا جدعان مشوه، والله العظيم ده ما يستحقش يلعب في كسح فسح للفراخ المعوقه. والله العظيم يا جدعان لو تلاحظ، يعني انا دخلت كده وقعدت اشوف ايه سامسون ايكينولا ده. سامسون ايكينولا ده ما اتدفعش فيه فلوس غير لما الزمالك اشتراه ب1,200,000 يورو، دولار قصدي. انت رحت اشتريت لعيب كان بيروح ببلاش لاي نادي بحبه فلوس حلوه، ولو بتديله مرتب خيالي وهو اصلا على الله ان شاء الله. تاني حاجه جوميز ليه مستحقات شهرين، ولكن جوميز مفيش بينه وبين اداره النادي مشاكل. كل المشاكل مع سامسون ايكينولا اللي بقول لك هو عامل مشاكل وقلق في النادي الزمالك، وهو اصلا على الله. انا مش عايز اقول كلمه ممكن تضايقك بس هو على الله. جوميز عنده مشكله كبيره. ايه هي المشكله الكبيره؟ قال لك ان زيزو موقوف الماتش الجاي. طب الماتش الجاي ماتش صعب لنادي الزمالك مع فاركو. طب انا هلعب بمين؟ جوميز مرشح لاعبين. مين هما اللاعبين؟ موتييبا ونيمار. طيب من وجهه نظري مين اللي يستحق؟ اقول لك نيمار، بس موتييبا يقدر ان هو يكون بديل مميز جدا جدا جدا، لان موتييبا عنده السرعه وعنده المهاره وعنده كل حاجه. ويمكن نيمار شويه بيتاخر في نقل الكره من رجليه لزمايله، يمكن ده اكتر حاجه مقلله مستوى نيمار. هنشوف طبعا جوزيه جوميز هيعمل ايه،
وعايز اقول لك على حاجه برضو، زي ما النادي الاهلي كان عنده ازمه في الماتش الجاي من اللعيبه المهدده بالغياب، الزمالك هو الاخر عنده ازمه في اللعيبه المهدده بالغياب من مباراه نادي الاهلي. مين هم؟ دونجا والمسلوسي وعبد الله السعيد. الثلاثه دول عندهم انذارين، لو خد اي واحد منهم الانذار الثالث مش هيقدر انه يلعب ماتش الاهلي. طب كده الزمالك في مأزق ما يعلم بها الا ربنا. اولا انا عندي ماتش مهم، ثانيا انا عندي غيابات، ثالثا انا لاعبتي اللي هتلعب الماتش وبالاخص يمكن عبد الله السعيد ودونجا انا خايف عليهم قوي، لان لو واحد فيهم عمل فاول خد انذار فانا بالتالي بقى هاجي العب ماتش الاهلي عندي اصابات وغيابات وايقافات والدنيا بايظه. فباذن الله باذن الله نادي الزمالك يقدر يحافظ على لاعيبته، وباذن الله الاهلي والزمالك هيلعبوا مباراه قويه جدا يوم 25 ان شاء الله. طبعا المباراه دي مش هقدر اكون معاك فيها، وباذن الله اول ما هكون معاك فيها، اول ما اكون معاك هرجع واحلل لك المباراه دي بالاخص كامل بطريقه كامله متكامله، ازاي النادي الاهلي لعب وازاي الزمالك لعب ومين قدر يكسب الماتش. الله اعلم مين اللي هيقدر يكسب، والله اعلم الماتش هيخلص على ايه. ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه.